طبعا قبل ما نبدأ القصيدة بهكذا أبيات قصيرة للعريس الغالي، كما هي إهداء من المدير أمين الرحومي من الشيخ علي الخولاني وكافة خبرة ناعية الحارث الصافي. يقولنا فيها: يا درعي ومرزح كتفي، يا درعي ومرزح كتفي، يا شخص احتزم به وافخر، لو اعبر بما في جوفي فرحه فوق ما تتصور، وان كانت حروفي تكفي، وان كانت حروفي تكفي ساكتب لك قصايد واكثر، واهنيك يا ابن الشرفي واخلى الفرح يتصدر، واقول يا الشوامخ زفي، واقول يا الشوامخ زفي، خليني ابارك لنون سلامتكم. عجل شدي خلونا ندي قصيدة عادي جديدة. يلا سمعنا. قال: الله كم لي في تعجابي، الله كم لي في تعجابي، من حيث الأقدار مكتوبة، عايش ومتفاجئ ومتغابي، وافكار عقلي شبه مضروبة، والبحر لا تلقى الميزابي، يعني قد الأوضاع مقلوبة، كل المتاعب دقدقت بابي، نجيت وتخارجت بعجوبة، ومن تسبب في تغلابي قل له قد الأخطاء محسوبة، بحكي لكم نبذة عن أصحابي، هم كل ممنوعات مرغوبة، لأنه من خبثهم يابي إبليس يمكن يعلن التوبة. الله، لأنه من خبثهم يابي إبليس يمكن يعلن التوبة، والوقت ما عاد رد لي نابي. الله، أبقى مع أصحابي أولوا به، الصبر من كثرة حلابي، هذه نصحتونا تحلوا به، لليوم وأنا ماسك أعصابي لا ما خرج من داخلي زوبه، هو قلبي الطيب بيودع بي، للمهلكة هذه فركتوبه، والضر ما هو شيء من أحبابي، الضر في من غير أسلوبه. وسلامتكم. الله الله.